وقصاد مين؟ قصاد ريال مدريد، اعظم نادي في اوروبا واعظم نادي في افريقيا، بيلعبوا بعض في بطوله، عارفين فرق المستوى وعارفين فرق الامكانيات والكلام ده. بس اهلاوي وبيبقى عندي الثقه في النادي الاهلي ان ليه لا، ليه لا، ما ممكن. عشمي في الاهلي كبير، الاهلي معودني ان المواقف الصعبه دي بنعدي منها. طب دي واحده وراحت. في السنه اللي قبلها فلومينينسي البرازيلي، الشوط الاول برضو مسكت الكوره، هجمت، ضغطت، مضيع 3 4 تجوان، جيت الشوط الثاني لبست جونين طلعت ولعبت على المركز الثالث والرابع. ليه بنعمل كده؟ يعني ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه كل مره كل فرصه تيجي انك توصل لنهائي او تعمل حاجه مميزه، تعمل حاجه تتكتب في تاريخ النادي الاهلي، تعمل حاجه تزود شعبيه النادي الاهلي عند الانديه في اوروبا وفي امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، بنعمل كده، بنضيع السهل؟ طيب نكتفي على كده؟ لا، نروح للسنه اللي قبلها. الماتش برضو ماتش الصعود للنهائي، تتدلع فيه، تتغلب بضربات الجزاء، فما توصلش تلعب نهائي، فتضطر تلعب مين؟ تلعب مع فلامينجو تقريبا، وتتغلب 3-2. 3-2 بعد ما كانوا هم مدخلين جون وانت عملت ريمونتادا وجبت جونين، وما شاء الله الخطوط بتاعتهم مفتوحه، ويلا هنكسب فلامينجو، هتبقى اول مره في حياتك تكسب فلامينجو. لا، ازاي يوميها استاذ محمد شريف يركز؟ ده انت يا راجل حتى بعد ما جابوا الثالث وبقت 3-2 محمد شريف جاله انفرادين ما يدعوش. محمد شريف مضيع جونين قدام ريال مدريد، محمد شريف مضيع جونين قدام ريال مدريد في البطوله اللي قبلها. ليه بنخيب في كل المحافل العالميه؟ انا عايز افهم الاهلي ليه بيخيب في المحافل العالميه يا جماعه، حد يفهمني.